السلام عليكم. انا سميتي نور. منين رجعت اختي من السفر بقات مصدومه، ما بقات عارفه شنو دير. كتقول شنو واقع هنا، قولوا لي شي حاجه. قلت ليها جلسي يا اختي وديك الساعه غادا تعرفي كل شيء. في كاين المشكل ياك انا اختك وكتقولي عزيزه عندك، مالكي دابا مصدومه؟ جلسي. قالت لي لا باغي نعرف دابا. قلت لها شوفي جلسي وحتى حاجه ما غادي تخبى عليك، كل حاجه غادي نقولها لك بصراحه وما غاديش نخبي عليك شي حاجه. راجل هذيك الساعه هو فين جالس، واش في الدار واش في الزنقه، ما بقى عارف حتى شي حاجه، يعني تفاقم. صافي اختي جلسات بقات كتقول لي وجلسي حتى انت باش تشرحي ليا. قلت لها شوفي غادي نعطيك ما تاكلي وديك الساعه غادي نعاود ليك، انا راه ماشي برانيه عليك، انا ما تحسبينيش ناس، انا اختك راه بحالي بحالك. داكشي اللي غادي ديريه انتي انا درتو. في كاين المشكل مالكي تقلقتي جلسي. هي هذيك اختي والو، بقات هكا كينا باغي تعرف شنو واقع. مشيت جبت ليها واحد المسمن سخنته، عمرت ليها براد ديال اتاي، كان شويه ديال الحلوى هكا جبتهم، وشويه ديال الفقاس حطيتهم على الطابله. جلسات ما باغيه لا تاكل ولا تشرب، باغيه تعرف شنو واقع تما وشنو كاين في دارها. هي هذيك قلت لها نعلي الشيطان اختي جلسي. بديت انا وياها كنشربوا اتاي، كناكلوا في الفقاس الحلوى داك المسمن هكا. انا كنت اصلا يعني ما تغديتش مزيان في الغدا. راجلها جاي يجلس، قلت له سير ليه وقف، فين جاي؟ ياك انا واختي احنا بغينا نتفاهموا على كل شيء اللي وقع في الدار. اختي ديك الساعات صافي كتسمع الهضره بحال كتسمع شي حاجه ماشي هي هذيك. قلت ليها قولي راجلك يخرج. قالت له خرج، خليني مع اختي انا باغا نعرف. هي هذيك عطيتها كلات. قلت ليها اختي راه عندي واحد زعما واحد الباطه صاوبتها فيها بحال هكا شويه ديال السفوف، شويه هادي نجيب لك تاكلي. قالت لي لا انا باغا نعرف شنو كاين. قلت لها غادي تعرفي، وانا راه ماشي برانيه عليك، انا راه اختك الصغيره وانتي عارفه هاد الشيء. يعني دارك هي داري وحاجتك هي حاجتي، وانتي راكي اختي، وراه الحاجه اللي ما قديتيش نتي ديريها راني غادي نديرها. واي حاجه في هاد الدنيا غلباتك انا غادي نسهلها عليك. اختي صافي جبت ليها التمام. ديك ساعه صدمات، قالت صافي يعني داكشي اللي كانت كتفكر فيه يعني فهماتو. بقات كتقول لي اجي اختي صافي ما ديري حتى شي حاجه، اجي جلسي وفهميني بالعقل. جبت ليها كاس حطيته، جبت ليها واحد القهيوه يعني خفيفه. قلت لها وجلسي دابا غادي نتفاهموا على اي حاجه. قالت لي وهضري خلاص مالكي ما باغاش تهضري. قلت لها علاش مالكي مزروبه؟ قلت لها خليك تهدني ومني غادي تعرفي راكي انتي بيدك غادي تصدمي فيا. قالت لي لا رانا مصدومه فيك ملي دخلت هذه 2 سوايع وانا مصدومه. قلت لها المهم حنا غادي نتفاهموا على اي حاجه، وانا اختك انتي غادي تبقاي على خاطرك وانا غادي نبقى على خاطري، وهذاك راه راجل كيبقى ولد الناس، في كاين المشكل؟ قالت لي المهم هضري دغيا. قالت لي فين ولدي؟ قلت لها راني ديتو للمدرسه، يعني عندها الولد كيقرا. تبارك الله راه ماشي باقي صغير راه كبير. هي هذيك يعني كيقرا في الاعدادي. صافي قلت لها شوفي جلسي وراه حتى حاجه ما غادي نخبيها عليك، انتي راه ما غاديش تخسري معايا وانا ما غاديش نخسر معاك. قالت لي شنو كتقصدي بكلامك؟ قلت لها شوفي جلسي. المهم جلسات، راجلها خرج مشى للقهوه ولا ما نعرف، بقينا جالسين. قالت لي يا اختي شنو واقع؟ انا يلاه قالت لي جيت وانا انت كتعرفي صحتي عيانه، ما كانت مسكينه في الطبيب، يعني تقريبا دوزات 25 يوم عاد جات، وجات لقات الدار تبدلات عليها ما بقات عارفه والو. قالت لي اختي باغي نعرف دغيا. قلت لها شوفي مني كنتي انتي في دارك وصحيحه وواقفه، يعني راجلك ما عمرو فرحك شرالك حتى طبسيل،
قالت لي قلت لها ودابا انتي شفتي الدار شنو فيها؟ قالت لي الاتات تبدل، المواعن جداد، الثلاجه جديده، الصبانه حتى هي جديده. قالت لي انا مصدومه، كانت عندها اختي غير واحد الصبانه كامله مهرسه، الزربيات كلشي جديد. قالت لي باغي نعرف شنو كاين. قلت لها هادشي اللي عتعرفيه صراحه غادي يصدمك، ولكن يبقاي وسمعي تعرفي شنو وقع. قلت لها راجلك بغا زعما قال لاختي مراتي ما كيناش وغادي يدير ما بغا، ولكن اختك راها بنت الناس. قلت لي هذيك الساعات لقيت عليه الحجه وقلت له زعما الا بغيتيني انا نتزوجك هاد الدار خصها تبدل كامله. قلت ليها مشى شرا كلشي جديد، يعني الدار تعاودت منه جديد هي هذيك. قلت ليها واجي دابا نتفاهموا، انا باغي نتزوجك واختك مني غادي تجي تلقاني طلقتها. قلت ليه هي الغدار، ما عندك علاش تحشم؟ اختي مسكينه اللي صحتها طاحت في الدار بغيتي ديرها بها، هذه من بعد ما خليتو اتت الدنيا كامله وقادها كلشي شريه جديد عاد نط ليه. قلت له شوف راه كل شيء اللي قلتيه راه عندي 16 عام ولا اكثر بغيتي تبدلها بختها، زعما ما كتحشمش، ما عندكش انت علاش تحشم، يعني ما فيكش المحنه، ما فيكش يعني التقدير حتى حاجه. لحقتي حتى لهنا وبغيتي اختي مسكينه تسوسها وبغيتي تبدلها وباياش بختها نيت اللي صغر منها. قلت له جمع راسك. المهم هي ديك هادشي علاش اختي منين جات تصدمات وما بقات عارفه والو. راجلها بغى زعما يسوس اختي ويتزوجني انا بغيت نوري بنات الناس علاش قادات، يعني راه ماشي الخواتات كاملين خايبين. وخليت اختي يعني صوالحها ديال دارها او اتاتها كلشي تخليها جديد، اي حاجه جات لديك الدار جديده من نهار اللي جيت انا، يعني بدلت ليها كلشي كاع الصوالح كلشي من طق السلام عليكم. وراه ماشي كاع الخواتات غدارات، حقا نتعايب مع اختي انا اللي كانت اختي اكثر من الام ديالي، كانت مزيانه معايا، كانت معاونه الام ديالي ملي كانت باقا متزوجات، هي اللي كانت الدار كامله منقيه ديالنا. اختي ملي تزوجات وصحتها طاحت انا نغدرها علاش شكون انت بغيتي تكون؟ لا تقطعوا الرجال في الدنيا. عطيته درس اللي ما غاديش ينساه. واختي هذه هي الصدمه اللي خلاتها ما بقات عارفه والو، كيحسب ليها انا راه تزوجت ليها راجلها. الناس راه ماشي ساهلين، يعني تزوجتي اختي لازم تبقى مع اختي. وتات راه ماشي بحال ما كيكونوش الناس دائما خايبين. سبحان الله العائله كتكون على حسب كيفاش تربات في دارهم. حنا تربينا على الاحترام وتربينا على حوايج اللي مزيانين، راه ما يمكنش انا نبدل اختي على حساب باش انا ناخذ ليها دارها وصوالحها. علاش مال الرجال قلال على الزواج قليل ما لقيت ما يدار. الحكايه راه فيها عبره، ولازم تخليو العائله بعيده على المشاكل. يعني مشيتي عند اختك تجي وتخلي بلاصتك مزيانه وتبقاو على خير وبركه.